كانت هذه النظرات الأخيرة للأم الثكلى على فلذة كبدها عثمان أبو خروج ابن 17 ربيعا الذي اغتاله رصاص جندي حاقد لتعدم طموحاته وأحلامه وتكسر قلب والدته للأبد. أصيب الشاب ابن 17 عاما عثمان عاطف أبو خرج، والذي سمي على اسم عمه الأسير الذي يقبع في سجون الاحتلال منذ 22 عاما، وعمه هو قائد في كتائب شهداء الأقصى، وهذا الشهيد هو مسر على نهج عمه الشهيد عثمان. وأثناء عملية الاقتحام لبلدة الزبابدة أصيب الشاب بطلقين من قبل قناص إسرائيلي، إصابة في الرأس وإصابة بالكتف. وعلى أكتاف وسواعد المحبين حمل الشهيد أبو خروج في موكب جنائزي مهيب انطلق من مشفى جنين الحكومي وصولا إلى مسقط رأس بلدة الزبابدة التي قرعت أجراس الحزن في كنائسها، وصولا إلى منزل عائلته التي كانت بانتظاره لتودعه للمرة الأخيرة قبل أن يغادرها للأبد قمرا جديدا يزف للمعشوقة فلسطين. تم صباح هذا اليوم اقتحام بلدة الزبابدة من قبل قوات الاحتلال اعتقال أحد الشباب، وكان هناك مواجهة بين الشباب وقوات الاحتلال المقتحمة للزبابدة. تم إصابة الشاب عثمان أبو خرج 17 عاما برصاصتين مباشرتين في الرأس والكتف، وترك ينزف بالشارع إلى أن أعلن عن استشهاده وتم نقله إلى المستشفى. الشاب عثمان أبو خرج تم تسميته تيمنا باسم عمه السجين المعتقل لدى قوات الاحتلال والمحكوم بالمؤبد، وبالتأكيد هذه الضريبة التي يدفعها شعبنا في سبيل التحرير والفداء. الشهيد الفتى عثمان أبو خروج الذي حمل اسم عمه الأسير عثمان أبو خروج والقابع في سجون الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما، فقبل أن يتحقق الحلم بعناق بين العثمانين عانق عثمان الصغير ثرى وطنه شهيدا، والذي كان قد خرج لتلبية نداء أرضه والتصدي لعدوان الغرباء عن بلدته بحجارته الطاهرة، لكنه عاد إليها شهيدا ليدفن فيها ويحتضنه ثراها، فالأرض تعشق الشهداء كما كانوا لها الأوفياء. قافلة الشهداء ماضية نحو المجد والعلا، يحملون على الأكتاف فوق جبين الوطن، دماؤهم ستبقى شاهدة على جرائم الاحتلال وإرهابه بحق أبناء شعبنا. من مقبرة بلدة الزبابدة جنوب شرق مدينة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.